سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الموجزة التي نوافيكم فيها بآخر المستجدات على الساحة الوطنية والرياضية. وفي مستهل أخبارنا وفي تطورات عاجلة، أفاد بلاغ رسمي صدر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها اطلعت بعمق على الأحكام الصادرة مؤخرا عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية للعبة. هذه الأحكام تأتي في أعقاب الأحداث المؤسفة التي واكبت مباراة نهائي كأس إفريقيا، والتي جرت أطوارها يوم الأحد 19 من يناير الماضي، وجمعت بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره السنغالي. وللتذكير، فقد شهدت تلك المواجهة انسحابا للاعبي وأطر المنتخب السنغالي عقبه اقتحام الجماهير لأرضية الملعب، ما أدى إلى حالة من الفوضى وأعمال شغب لم تكن متوقعة. وتعتبر الجامعة الملكية المغربية أن العقوبات المسلطة من طرف لجنة الانضباط لا ترقى أبدا لحجم الجسامة والخطورة التي اتسمت بها تلك الأحداث. وفي هذا الصدد، كان رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع قد وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الاتحاد الإفريقي، مؤكدا فيها على ضرورة صون جميع الحقوق القانونية التي تكفلها الأنظمة، وعليه وتأكيدا على حزمها في الدفاع عن مصالح الكرة الوطنية، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم رسميا باستئناف لهذه الأحكام، سعيا لإنصاف المنتخب المغربي وحماية حقوقه القانونية كاملة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الإيجاز الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة والوفاء، وإلى موعد إخباري قادم بحول الله.